السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. إن شاء الله بإذن الله. هنعمل بقى النهاردة مندي عشان سلمى عايزة مندي وطلبت المندي. هقول لكم المندي احنا عايزين فرخة متبلة. هوريكم بقى الفرخة وانا بنضفها وبتبلها في فيديو تاني. دلوقتي بقى هننقع الفراخ في محلول النقع. هعلمكم ازاي نعمل الفراخ. نعمل لها محلول نقع بيشيل الزفارة خالص وبيخليش اي ريحة للفراخ. وبعد المحلول النقع دوت هنغسلها ان شاء الله ونشطفها كويس. محلول النقع ده عبارة عن معلقتين ملح ومعلقتين سكر، معلقة قرفة مطحونة صغيرة كده، وورق لورا وليمونتين، وهحط معلقة طحينة. هحط كل المكونات ديت على المية، على طبق كده فيه مية. كل المكونات دي اهي، وهعصر الليمون واحط قشر الليمون برضو معاها، بتدي ريحة حلوة في المحلول النقع. وهحط نص كوباية خل برضو، معايا خل هنا، كوباية خل. وهحط معلقتين سكر ومعلقتين ملح ومعلقة قرفة وليمونتين كبار، وهحط نص كوباية خل ومعلقة طحينة كده الليمون. احط بقى الخل، حوالي نص كوباية كده. احط معلقة طحينة واقلبهم كويس واحط فيهم الفرخة. هنقع الفرخة في المحلول الناعم ده ساعتين اتنين ان شاء الله. دي معلقة طحينة كمان. معلقة الطحينة دي بتشيل الزفارة خالص، متخليش اي ريحة للفرخة، بتبقى ريحتها جميلة. وبصراحة المحلول ده كمان بيخلي الفراخ تستوي بسرعة، وفي صوص الفراخ كده تدوب، تبقى دايبة ومش ناشفة ولا بتشد. طبعا انا بنقع الفرخة كده وبتبلها وبظبطها من بالليل، وبعد كده بشتغل الصبح ان شاء الله بتبقى جاهزة. الفرخة معايا اهي، بحطها في محلول النقع بقى. خلي المحلول النقع نغطيها كده، وهسيب الفرخة ساعتين وهرجع لها تاني. دلوقتي بقى بعد ما نقعتها ساعتين في محلول النقع، هغسلها بقى كويس وانضفها كويس خالص عشان اتبلها. الفرخة معايا بعد ما نضفت بقى الفرخه كويس، فتحتها اتنين كده، قسمتها عملتها كده، ورحت مقطعه الصدر عشان الفرخه دي كبيره، يعني المفروض اجيبها صغيره شويه عشان هشويها في الفرن. فتحت الصدر كده عشان اتبل بقى، وقطعت برضو الورك كده عشان ادخل التتبيله جوه، واحط التتبيله من جوه ومن بره كده بالمنظر ده برضو. تمام، ظبطتها كده وهتبلها بقى. محتاج للتتبيله التوابل اللي هتبلها بيها، ملح وكركم
وزنجبيل وقرفة ناعمة وشوية شطة صغيرين حسب الرغبة، وعندي كاري. احط بقى الحاجات دي كلها كده، ومعايا احط صويا صوص، شوية صويا صوص كده، ودبس رمان، شوية دبس رمان، وهحط معلقتين 3 زيت. لو في زيت زيتون يبقى افضل، ده زيت زيتون برضو جميل. وكده هقلب بقى التتبيله دي كويس، وهتبل فيها الفراخ من جوه ومن بره، وهسيبها بقى في التلاجة. انا بصراحه بحب اعمل التتبيله دي بالليل والصبح عشان تتنقع في التتبيله كويس، والصبح بقى اشتغل في الفراخ. فانا هتبلها. وعايزه مع الفراخ عايزه رز بسمتي مغسول منقوع، وبصلتين مفرومين مكعبات كده، شويه زيت. دي بقيه التتبيله اللي انا كنت متبله بيها الفراخ، هحتاجها دلوقتي. معايا التوابل بقى، قرفه وفلفل اسود حبوب وحبهان قرنفل. معايا توم 4 فصوص توم على حسب الرغبه، برضو التوم دوت مش اساسي. ليمون مجفف، كاري وكركم وملح. انا ما بحبش ملح كتير فهحط حاجه قليله. والمكسرات دي برضو حسب الرغبه. معايا مكسرات زبيب وفول سوداني ولوز على حسب الرغبه، برضو اللي يحب المكسرات يحطها، ما يحبهاش دي في الاخر في التزويق يعني. هشوح الزبده، هشوح فيه البصل يدبل كده شويه. ده بقى شكل البصل بعد ما تشوح كده. شاطره يا سلمى، قلبي. احط بقى الرز بتاعي. هنزل الرز بتاعي اللي انا غسلاه. اديله تشويحه كده مع البصل ومع الثوم ومع التوابل، كل التوابل بتاعتي. اذنك يا سلمى كده ثواني، عايزة تقعش. اقلب كده، اشوح بقى، انزل عليه التوابل بتاعتي، القرفه والكركم والكاري وشويه الملح والفلفل الاسمر اللي مش مطحون والحبهان والقرنفل والليمون المجفف والثوم. كل ده بقى هشوح كله مع بعضه كده تشويحه. اقلب كده كويس، ياخد تشويحه كده، ياخد طعم التوابل. انا يا سلمى مش هخليكي تقلبي كده عشان انتي ممكن توقعي على نفسك. الحاجات السهله بخليكي تعمليها، فاهماني يعني.
شويه زبيب، نحطهم برضه معاها. الريحه ما شاء الله ما شاء الله جميله قوي. احنا بنشوح كده جميله. يلا بينا بقى يا سلمى نعمل الخطوه اللي بعد كده. بعد الرز ما تشوح معايا هنعمل بقى الخطوه اللي بعد كده. ايوه. دلوقتي بقى هحطها في الصينيه. لو عايزه اعملها في حله عادي انا ممكن اعمل المندي في حله وادخلها الفرن برضو. حله ينفع ان هي تدخل الفرن، وممكن ان انا اعملها في صينيه عادي. المتاح عندي بالنسبه لي ما فيش اي مشاكل على حسب اللي موجود عندي. هفرده في الصينيه. انا قلت بصراحه اجربه المره دي في الصينيه، واعمل حسابي برضو ان الرز بيزيد. انا لسه هحط ميه عليه في التوابل وفي كل الحاجات. الله ريحتها جميله جدا ما شاء الله، الريحه حلوه قوي. ممكن بقى لو انا ما عنديش مش عايزه اعملها في صينيه ممكن اعملها في حله، واحط بعد ما اخلص الرز كده احط فويل على الحله، واحط على الفويل ورق زبده وعليه الفراخ، واقفل الفرخه كويس واحطهم في الفرن واسيبها بقى تستوي. بعد كده ابقى افتح خالص لما الفرخه تستوي افتح الفويل الفرخه تتحمر. لو في شبكه زي دي ماشي كويس قوي حلو، انا ممكن اعملها كده شبكه. لو ما فيش ممكن نعمل بالحل عادي على حسب المتاح. هدهن الشبكه كده زيت عشان الفرخه ما تمسكش فيها. اي شبكه عندك ممكن تستخدميها. دي بقى الفرخه اللي انا متبلاها. انا متبله الفرخه دي من بالليل، غسلاها ونقعاها ومتبلاها من بالليل. انا هكتب لكم برضو هوريكم الفيديو اللي انا صورته وانا بتبله وبغسل الفراخ. الفرخه اهي انا مقطعاها كده 2 متبلاها كويس قوي. التتبيله بقى اللي بقيت مني من الفرخه انا هحطها عليها كلها كده. هي بقى هزودها ميه سخنه كده بحيث ان هي تغطي الرز. كاني بسوي رز بسمتي عادي خالص. هحط عليها ميه سخنه، ميه سخنه ميه بارده اي حاجه زي ما انا عايزه. بسم الله. ازود كده زي ما انا عايزه احط ميه بارده ماشي ميه سخنه، بس الميه السخنه بتنجز معايا بصراحه. الفرخه بقى تستوي على البخار بتاع الميه دي. انا برضو سلمى بتشاور لي عايزه شطه، هحط لها قرنين شطه خضري كده على وش الصينيه تستوي معاها. بتحب الشطه. بقيت الفرخه هغلفها بقى بالفويل وادخلها الفرن على اعلى درجه حراره. هولع الشوايه وهولع من تحت الفرن من فوق ومن تحت. هخلي الفرخه دي في الفرن ساعه ونص. الرز والفراخ كده المندي دوت ساعه ونص لحد ما الفرخه تستوي خالص واتاكد ان هي استوت. هشيل الفويل بقى من على وش الفرخه هشيل الفويل واحمرها بقى. اخلي الشبكه تحمر. شويه زيت برضو كده من اللي معايا احطهم على وش الفرخه عشان ما تلزقش في الفويل. ولو في ورق زبده ممكن اغلفها بورق الزبده وبعدين ورق الفويل، بس بصراحه ورق الزبده عندي خلصان فانا هعملها بالفويل بس. حطيت زيت كده خلاص. كده انا غلفت المندي الصينيه بالفراخ وكل حاجه. هحطها في الفرن بقى على اعلى درجه حراره. هولع الشوايه واولع من فوق ومن تحت وهخليها كده لغايه ما تستوي. بعد ساعه ونص هخليها في الفرن ساعه ونص هشوفها استوت. لو الفرخه استوت هشيل الفويل بقى الفرخه تتحمر وخلاص على كده. يلا بينا بقى نحطها في الفرن.
الفرخه في الفرن اهيت، بس انا ما حطيتش الشبكه عاليه شويه قريبه من الشوايه، خليت الفرخه تحت، حطيت المندي تحت خالص عشان يستوي بقى كده بالراحه خالص، عشان تستوي على البخار والفرخه ما تتحمرش وهي مش مستويه. فانا سايباها بقى تستوي براحتها لمده ساعه ونص. دلوقتي بقى شكل الفراخ بعد ما طلعت واتحمرت، والمندي بقى ده شكله اهوت. انا هحط له فحمايه، احط فحمايه كده وهرجع اقفل الفحمايه واحط عليها شويه زيت عشان تدخن. تمام. اقفله تاني بقى عشان الفراخ تدي تاخد ريحه الدخان. هقفله تاني بالفويل اللي انا كنت قافله فيه. بعد كده الفوطه دي سمنه واحط عليه الفوطه، الفراخ تاخد ريحه الدخان بس تبقى زي المشويه كده. 5 دقايق كده وهفتح عليها بقى واقدم. وده شكل المندي بعد ما طلع. بسم الله ما شاء الله جميل قوي وريحته حلوه. هجرب بقى كده نشوف الفراخ بتاعته مستويه ولا لا. تمام ما شاء الله جميل، مستوي جدا جدا، دايب حتى الصدر كمان دايب خالص. دايب ازاي؟ جميل جميل، والورك مستوي قوي قوي، تحفه بصراحه، جميله جدا. الصدر عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله جميله. وطبعا لو عجبتكم وصفة مامتي ما تنسوش اللايك والشير والدعم. باي.